السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد معايا. اليوم جبت لكم وصفة اقتصادية. كرم محشي بحشوة اقتصادية. الروز بالخضر تجي بنينة وتجي شابة. نبدأ بسم الله ونبدأ على بركة الله. عندي راس تاع كرم كنت غسلته ونقيته وقلعت له هذوك الورق اللي فاسدين والورق اللي مشي فاسدين، وخرت لهم هذوك الطراف. نقلع على هذا الجدر الغليظ، هذا الجدر شاد كاع الوراق تاع الكرم، بهكا باش يعاوني في الخدمه، باش يعاوني باش نفرق هذوك الوراقي. نفرق هذا الوراقي اللي من الفوق اللي راهم هكا مفرقين، واللي بقاو في اللي ما تفرقوليش ندخلهم هكاك في الماء، في الماء اللي يكون غالي، باش يتفرقوا. ما نفرقهمش وهما هكا لاصقين باش ما يتهرسوليش الورقات. درت الماء يغلى، درت فيه مورف تاع ملح، نخلط وندخل الراس، نهوده شويه لتحت باش هذاك الهواء يخرج ويدخل له كاع الماء. مره مره نقلبه حتى يطراو لي هذوك الوراقي. ونجو الحشوه قلت لكم اقتصاديه وتجي بنينه بزاف. درت هنا قد 2 مغارف تاع زيت، درت حبه تاع بصل صغيره كنت قطعتها مربعات، نقليها مليح. زدت عليها حبه تاع زروديه كنت مقطعتها تاني هي كارويات، حبه صغيره، وشويه تاع جلبان كنت درت له نص طياب من قبل، وحبه تاع فلفله صغيره، نقليهم مليح ونزيدهم شويه تاع زيتون قطعتها دوائر. درت لهم غرف صغيره تاع فلفل كحل ومغرف صغيره تاع كمون او نص مغرف، شويه تاع ثوم بودره وشويه تاع توابل تاع الشاورما. هذيك التتبيله تاع الشاورما تجيب الروز تجيبه شباب. هذا الروز كنت درته معكم من قبل، هنا راني درت كاس تاع روز نقليه مليح. هذا الروز كنت درته معكم من قبل، بصح شويه يختلف على هذا. زدت مغرف تاع سمن، الا كانت عندك الزبده ديري مغرف تاع زبده مع الزيت، ما كانش عندك انا هذا اللي توفر عندي، درته من بعد ما نقليش به السمن. درت حبه تاع طماطيس صغيره قطعتها كارويات تاني هي نزيدها ونقلي مليح. زدت عليها حبه تاع جامبو او مكعبات دجاج او خروف اللي توفر عندك. زدت عليها نص مغرف تاع طماطيس تاع العلب، نزيد نقلي مليح. فرغ عليه الماء هنايا كنت غليت 3 كيسان تاع ماء. درت 2 كيسان للكاس تاع الروز، والكاس الثالث درته على بال الخضره. نخليه هنايا يغلى ونقص النار ونغطيه. الروز هنايا راه خلاص راه طاب. قبل ما نطفي عليه جبت علبه تاع طماطيس، عفوا علبه تاع طون تاع طماطيس، فتتها شويه ورميتها عليه، نخلط شويه هكا ونطفي عليه النار. وليت الراس تاع الكرم نقلبه. هنايا صاي الوراق كي قعدوا يطيروا هذوك اللي من الفوق صايرهم طابو، هنايا خرجه نقطره من الماء. نقلع هذوك الورقات اللي من الفوق، كي تشوفي الورقه شفافه خلاص نوخر كاع الورقات اللي نحسهم صايي، وهذوك اللي بقاو اللي كما راكم تشوفوهم شويه قاصحين هادو نعاود نردهم، نفرق هذاك الراس مليح ونعاود نرده، يزيد يغلى شويه ونوخره.
المدة اللي اديها لي في الغليان مدة 8 دقائق. كما قلت لكم نكمل نفرقه ونعاود نرده. هنايا خلاص كاع الورقات اللي غليتهم درتهم في الكاسكاس يقطروا. كما راكم تشوفوا الورقه ها شفافه. جبت الورقه وجبت هذا المضرب تاع اللوح، نفتت هذاك العود القاصح هكا باش كي ندير الحشوه يخلي لي الورقه تترولى. انا ما نبغيش نقلعه باش ما تفتح ليش الورقه ويضيع، هكا تسهل لي الخدمه. هكا كما راكم تشوفوا تجيك الخدمه سهله. جبت المول تاع الزاج ونستف فيه. نعاود لكم مره اخرى او نكرر لكم العمليه. هذه الحشوه قلت لكم اقتصاديه، ما فيهاش اللحم، ماهيش مكلفه. اللي ما ينجموش يشروا اللحم، هذه الحشوه تجي بنينه، ما فيهاش اللحم بصح تجي بنينه بزاف. وتبغي تبدلي في الحشوه او ولا تزيديها اضافات، هذه تقعد عندك انتيا على حسب ما توفر عندك في البيت. انا نمد لكم الوصفه، هذه الوصفه ما كاش اللي ما يعرفهاش، بصح كل وحده وطريقتها، برك انا نحاوس نبسطها لكم. نكمل الكميه اللي عندي ونولي لكم. نكمل نستفها في المول ونولي لاصوص اللي نديرها فوق الكرم المحشي. درت هنايا نص حبه تاع بصل كنت رابيتها، درت شويه تاع زيت نقليها فيه، درت فص تاع توم، زدت عليها نص مغرف تاع طماطيس تاع العلب، وزدت عليها حبه طماطيس كنت رابيتها نقليها شويه، وزيد عليها ورقه تاع رند، وزدت حبه تاع جامبو تاع دجاج او مكعبات مرق الدجاج نقلي، ونص مغرف تاع فلفل كحل، نص مغرف زنجبيل، نص مغرف من التتبيله تاع الشاورما، ونص مغرف ثوم بودره. نقلي ونزيد عليها نص كاس تاع ماء، نحرك ونخليها تغلى ونقص عليها النار، ندير لها 6 دقائق حتى ل8 ونطفي عليها. جبت الكرم المحشي ونفرغ عليه لاصوص، وندير له فرماج رابي وندخله للفور. كتاب الله للأرواح نور، تنال به السعادة والسرور، إلى درب الهدى والخير يهدي، وللجنات يوصل من يسير. كتاب الله للأرواح نور، تبارك مودع البركات فيه، فليس لفضله أبدا. وكانت هذه هي وصفتنا لنهار اليوم، كرم محشي بحشوة اقتصادية، الروز بالخضر، حشوة ما فيهاش لحم، بدون لحم، وتجي بنينة بزاف. كما راكم تشوفون نقطع لكم هاد المرصويات باش تشوفوا كي جا. قلت لكم هاد الحشوة تجي بنينة بزاف، ان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم. ووصلت لنهاية الفيديو، وان شاء الله كنت خفيفة على قلوبكم، وما بقى لي غير نقول لكم تهلوا في رواحكم، وما تنسونيش اخواتي بالدعم والاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. ودمتم في رعاية الله وحفظه، والى الملتقى مع فيديوهات اخرى ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.